5 سنين في ايطاليا، ابرزهم او في اهم ايطاليا وسنه في بلجيكا. وسنه في بلجيكا. اهمهم ايه؟ اهم مرحله كنت واقف فيها ايه؟ اهمهم طبعا بالنسبه لي كانت سنه 2001. دي اول سنه لعبت فيها، بدات اشارك فيها في الماتشات، لان انا رحت صغير. ميلو كان موديك ولا انت طلعت ازاي؟ طلعت، كان كاس العالم الناشئين بتلعب في مصر، وكانوا شافوني وطلعت. ورحت طبعا اول سنه. رحت طبعا. كنت انا زي اللي كنت بحكي لك من شويه، زي اي لعيب مصري محترم. رايح برضه على العربيه هناك؟ لا، مش رايح على العربيه، بس ليا طريقه معينه في حياتي عموما، في اكلي، في تمريني. مش انا يعني مش قاصد اعمل حاجه، بس ده اللي انا عشت عليه، ده اللي انا شفته واتربيت عليه، وبقيت لعيب في المنتخب برضه انا بيه. بعمل ايه بقى؟ فهو ده اللي انا رحت، فكنت بعمل كده هناك. فطبعا هم شافوا هناك حاجه ما شافوهاش قبل كده. زي ايه؟ اديني مثال. اديك مثال. كنت مثلا اول سنه رحت دي كنا في فتره الاعداد. فخلصت تمرين، المفروض بنروح بيبقى فيه شويه كده وقت، وبعد كده بيبقى ميعاد عشاء. دخلت عند ريسبشن كده، في مكان زي بار كده جنبيه صغير، جنب ريسبشن كده. رحت طالب واحده بيبسي وايس كريم. طبعا ده بالنسبه لهم هناك كارثه، مصيبه، سعرات حراريه بقى يعني الاثنين مع بعض، يعني مش واخد حتى واحده، الاثنين مع بعض، طالب الاثنين مع بعض، وانا بعملها عادي، مش يعني انا عادي طبيعي، يعني ايه المشكله؟ طبعا بالنسبه لهم هنا في مصر طبعا عادي. ناس جريت تمسك ايديك وناس جريت، مفيش الكلام ده. يعني واحد جه شافني مش بيبص لي، مش مثال، يعني هل ده فعلا اللي هو شايفه ده صح؟ وانا برده مش مثال، يعني انا عايز افهم هو ماله في ايه. طبعا ولا كنت بتكلم بقى، كمان مش بتكلم ايطالي، هو عمال يكلمني وانا طبعا مش فاهم حاجه، فعمال اهز دماغي وخلاص، وانا مش فاهم حاجه. واشرب شويه بقى. فمش فاهم. فجيت كان في الصدفه، يعني الحمد لله كان معايا واحد مغربي في الفرقه. فطبعا شرحوا له، كلموه، فهو راح قال لي طبعا ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. مفيش الكلام ده، مفيش حاجه. قال لي انت الكلام ده، قال لي الفتره العيال كلها ما فيش حد بيشرب الكلام ده كله خالص، ولا بيبسي ولا اي حاجه ساقعه، مفيش اي حاجه خالص. ميه فقط، ميه بس، مفيش عصاير حتى، ما بيشربوش عصاير. ميه بس، بيشربوا ميه، هو الاكل فطار وغدا وعشاء، وبيشربوا ميه. طب بتعوضوا الفائد ازاي؟ ما فيش سكريات خالص؟ لا، في بقى بيبقى حاطط لك في وسط تمرين، بيجيب لك حاجات فاكهه، بيجيب لك حاجات لكن ما فيش بقى الكلام بتاعنا ده خالص. واكل معين بقى طبعا ما فيش. احنا طبعا بنضرب اي حاجه، يعني انت عارف، انت قبل التمرين لازم يبقى في شويه كارب كده عشان تحول لسكريات وانتوا بتتمرنوا، حاجات زي كده صح كده؟ انت بتنزل تاكل حاجه الصبح كده خفيفه، بتروح تتمرن، وبعد ما بتتمرن التمرينه الاولى، ده كان ده فتره الاعداد، بتفضل قاعد في مكان التدريب، ما بتروحش. بيجيبوا لك بقى فاكهه هناك وانت قاعد تاكل فاكهه وكده، وتفضل مثلا قاعد ساعه ولا حاجه، وتبدا يا جماعه انا مش جاي اعمل ريجيم هنا، يا جماعه انا سافر ايطاليا، انا عايز اكل بيتزا، ماليش دعوه، انا عايز ارجع تاني، عايز اكل محشي، هتخلص التمرينه الثانيه، تروح بقى تروح تتغدى وتريح بقى، هتنام ساعه ساعتين ولا حاجه، وتنزل بقى على التمرينه الثالثه. تخلص التمرينه الثالثه، تتعشى، وكل حاجه بمواعيد. يعني انا حتى هناك، يعني بعد شويه بقى سنتين ثلاثه مواعيد، انت ماشي على مواعيد، يعني ما فيش حاجه اسمها انت هنا انت لما بتتغدى الساعه كام في مصر؟ انا 3. ده انت كده بدري جدا. لا، في ناس بتتغدى 5 و6. لا، انا اصلا ظابط مواعيدي على مواعيد تدريب على الجيم، لكن الطبيعي الناس كلها بتتغدى الساعه كام؟ 5 في ناس تضرب 6 7 كمان. هناك 12 ونص غدا، يعني 12 ونص غدا. مفيش الكلام، مفيش حاجه اسمها 7 ونص، من 7 ونص ل 8 ونص ده العشاء. ده مفيش الكلام ده، مفيش اي حاجه من اللي احنا 12 ونص غدا، 8 ونص 9 بتفطر، 12 ونص بتتغدى، 7 ونص بتتعشى. اخر لقمه بتخش الساعه 7. يعني من 7 ونص، يعني اخرك 8 ونص، مفيش بعد كده خلاص. عايز اقول لك بس ان يعني فتره